انا دلوقتي اخترت ان انا انام متاخر. يا مامي احنا في اجازه، يا مامي احنا في اجازه، عادي يعني لو انام، يعني مش لازم انام الساعه 9 و10، ممكن انام الساعه 12 عادي. مين بيقول انه عادي؟ ايه الكونسيكونسز اللي لو نمنا متاخر هتحصل؟ هي انا عايزه اخلي مخكم يشتغل عشان تفهموا انه بابي ومامي مش بيغلسوا علينا، هم عارفين الكونسيكونسز، بس unfortunately انتوا اللي مش عارفين الكونسيكونسز. لما تنامي متاخر هيحصل لك ايه؟ ها، tiredness. لما تيجي تصحي تاني يوم هتبقي full power ولا very exhausted؟ very exhausted. ها، black under my eyes. ليه بيحصل لي سواد تحت عينيا؟ مش بتلاقوا كده ناس كتير ما عندهمش خالص كده، تحسي اسود او غامق، او تحسي ان عينيهم دي داخله لجوه قوي، وموست اوف يو كده. I can see it all under your eyes. ده بيبقى lack of ايه؟ iron. ليه؟ النوم مش نايم كويس. وربنا قال لي في القرآن انه خلقنا الليل ايه؟ لباسا والنهار معاشا. يبقى الليل لباسا يعني تناموا فيها، والنهار معاشا نعيش فيها. فانا اقول لا، انا عايز اصحى بالليل. طب انا جسمي ربنا خلقه يعمل ايه بالليل؟ ينام. وانا بقول لجسمي wake up wake up wake up. كله wake up. في حاجات بتقع من جسمي، vitamins minerals tiredness. شعري هتلاقي بدأ يقع وانتوا بتسرحوا شعركم boys and girls. حتى الولاد تيجي تقول لي انا شعري بيقع كتير قوي مثلا على المخده، ده انا بصحى الاقي شعري قد كده على المخده، ده وانا بسرح شعري بالفرشه الاقي شعري قد كده واقع. ليه شعري بيقع كتير؟ عشان النوم المتاخر، unhealthy food, sitting on laptops, iPads, iPhones, mobiles, on the TV. كل دي حاجات بتاخد from your energy، بتاخد from your vitamins. يبقى أنا ما اقعدش قدامها خالص ولا أعمل لها screen time واعمل bed time.